استمتعنا بفترة سامي زين ببطولة الولايات والتحدي المفتوح اللي كان بيعمله كل أسبوع لأنه رجعنا بالزمن ل10 سنين، وفكرنا بفترة جون سينا لما خد بطولة الولايات وعمل التحدي المفتوح كل أسبوع ورجع قيمة البطولة تاني. فأنا جاي النهاردة عشان أحكي لك الفترة العظيمة دي وأوريك إنها فعلا كانت تستاهل تتكرر مع سامي زين، بس هنا هفكرك إن فترة سينا كانت أعظم بكتير. فخلينا نبدأ ونشوف إيه اللي حصل. في أصوات بتحكي قصص، ولكن أنا الصوت اللي بيحول الحكاية لمعركة وبيخلي كل لحظة بتسمعها ممتعة. أنا راسل سبوت، وده مش فيديو عادي، ودي مش مجرد قناة، دي الحلبة نفسها. فعاوزك تضرب الجرس وخلي الحكاية تبدأ. في عرض الرويال رامبل سنة 2015 جون سينا كان في مقابلة في الكواليس، وأثناء المقابلة دي قام داخل روسيف بكل عجرفة وقاطع المقابلة وفضل يتكلم كلام مش مفهوم. قام سينا قافش فيه اللي هو ايه يالا قلة الذوق اللي انت فيها دي، انت باغل كده ليه يالا؟ وهم الاتنين كانوا هيمسكوا في بعض لكن الحكام والامن حجزوا بينهم. القصة بقى ان روسيف كان بطل ولايات في الوقت ده وكان حرفيا وحش. روسيف كان غشيم جدا في لعبه وغبي، ما بيعتمدش لا اصابة ولا بيعتمد اي حاجة، كان بيدخل يدشمل خصومه. المهم اتحدد ليهم ماتش في فاست لين، والشيء الصادم ان سينا عرف وتاكد ان روسيف مش مجرد مصارع صاعد. الكل كان شايف ان روسيف مجرد مصارع ميد كارد ماسك بطولة الولايات ولسه ما ارتقاش لمستوى سينا اللي كان بينافس على بطولة عالم. لكن كلنا، والكلام ده يشمل جون سينا، اتاكدنا ان هو مش قليل. والكلام ده حصل لما مباراته مع سينا انتهت بالكي او. سينا فقد الوعي بعد لما روسيف عمل له استسلام والماتش خلص لصالح روسيف واحتفظ بالبطولة. المهم سينا قال لك انا عاوز العب روسيف تاني، فروسيف بكل بساطة ما وافقش، وكان الحل الوحيد اللي سينا يقدر يعمله عشان يلعبه هو انه يغير رأي روسيف بعد لما شاف ان جون سينا مجرد مصارع عادي هزمه وتخطاه، فكان لازم يخليه يقتنع انه يستحق يلعبه تاني. المهم دخلوا في قصة كده ملخصها ان سينا مصارع امريكي وروسيف بيدخلوا معاه علم روسيا، لكن هو عمل قيمة للبطولة الامريكية اكتر من اي مصارع امريكي تاني. فسينا اخذ الموضوع تحدي وعناد وقال له انت بتمنعني من حقي وبتمنعنا كلنا من حقوقنا، لان اللي ماسك البطولة دي لازم يدافع عنها في اي وقت وضد اي حد، وانا هثبت لك اننا نقدر واننا مقاتلين وبتاع. فسينا دخل لروسيف بعد ماتش روسيف لعبه وقام ماسكه في نص الحلبة وعمل له اس تي اف لحد لما خلاه يفقد الوعي. قال يعني بيرد له اللي هو عمله فيه في فاست لين، وروسيف فضل يستسلم لكن سينا برضه ما سابوش لحد لما لانا اتحايلت عليه عشان يسيبه وقالت له خلاص هديك ماتش ضده في راس المنيا بس سيبه حرام عليك، وقعدت تتشحتف كده. ومن هنا جه ماتش سينا ضد روسيف على بطولة الولايات للمرة الثانية، ولكن في راس المنيا المرة دي. في راس المنيا اتعاملوا مع الماتش ده على ان كل مصارع فيهم بيلعب من اجل كرامته كمواطن للبلد اللي هو منها، حتى البروموهات والدخلات كانت كده، كل واحد بيفتخر ببلده وبكيانه وبالجو ده. المهم الماتش ده كان نار، وعاوز اقول لك انه اخد نهج جنسيه كل مصارع زي ما قلت لك عشان الجمهور يشجع سينا، لان سينا كان امريكي ومحدش كان طايقه الفتره دي لانه في نظر الجمهور بياخد فرص مش من حقه، وان في شباب بتظهر ومستواهم احسن منه وهو لسه بيدفنهم وبياخد بطولات ولعبه قديم وممل، فكان عندهم روسيف يكسب وسينا لا. المهم الاتحاد لعب على العواطف من ناحيه الجنسيه وانهم مواطنين امريكيين وبتاع ولازم يشجعوا ابن بلدهم، ورغم ان سينا كسب البطوله فعلا لكن برضه محدش كان طايقه، وده ظهر من اول عرض رو بعد راس المنيا. الجمهور استهجن سينا كتير جدا وشتموه في العرض، ومع ذلك سينا احترمهم وقال لهم انا مش طالع هنا عشان اغير راي اي حد منكم فيا، لكن برضه انا مش طالع هنا عشان اتجنب القتال، انا كنت مستموت على البطوله دي وعاوز اكسبها لان الجمهور يستحق ماتش على البطوله هنا. ودلوقتي الليله انا فتحت تحدي لاي حد عاوز يلعب على البطوله دي، فلو اي حد ورا الكواليس قلبه مات فده الوقت عشان يلعب على بطولة الولايات. وأول منافس لسينا على بطولة الولايات بعد لما كسبها كان دين أمبروز. طبعا كانت استجابة سريعة وغير متوقعة، خصوصا ان كل اللي كانوا قاعدين توقعوا روسيف يظهر تاني ويطلب مباراة إعادة بما انه تحدي مفتوح لأي حد، لكن اللي حصل ده كان غير متوقع. القصة في التحدي المفتوح كانت عن ان كل اسبوع بيدخل خصم مختلف عن بتاع كل مرة او عن بتاع الاسبوع اللي فات، بمعنى ان كل اسبوع بيدخل حد جديد ومحدش يتوقعه سواء من الجيل الحالي او الجيل القديم او حتى دفعات للجيل الجديد. يعني اول واحد زي ما انت شايف كده كان دين أمبروز، مصارع من الجيل الحالي يستحق فرصه على بطوله ويستحق دفعه ويشيل حزام، لكن طبعا الكل كان عارف ان سينا مش هيخسر بالبساطه دي. فعلى قد ما التحدي كان للمصارعين اللي داخلين يتحدوا سينا، فالتحدي برضه كان لسينا نفسه بفترته كبطل ولايات، اللي هو انت مصارع مين كارد، ايه اللي يخليك مختلف او هتعمل ايه عشان تبهرنا لما تنزل للفئه المتوسطه وتشيل بطوله من الفئه دي. فالتحدي المفتوح كان لسينا نفسه، بحيث ان كل اسبوع ملزم انه يقدم للجمهور حاجه جديده ولاعب متنافس جديد. بس بالنسبه للجمهور المفاجآت كانت من عند الخصوم، اللي هو الجانب اللي ما يخصش سينا، اللي هو كل اسبوع خصم جديد، ماشي انت بقى هتقدم ايه؟ وهنا برضو قصه تاني، التحدي لسينا كان انه يقدم لعب مختلف لناس حافظه سينا وملت منه ومن طريقته اللي بيلعب بيها بقاله 15 سنه، فكان عاوز يوري لهم انه لسه قادر يلعب، قادر يعمل لعب مختلف ويواكب العصر اللي هم فيه وينافس خصوم شباب من المستوى اللي بيطلع، او عموما قادر يلعب قصاد اي حد زي ما قلت لك من المنافسين سواء كانوا شباب او مصارعين حاليين او مصارعين قدام.
يعني بعد دين امبروس في عرض رولي بعد كده دخل ستار داست اللي هو كودي رودز. فالجمهور كان بيتعامل معاه اللي هو مين ستار داست؟ انت مين عشان تلعب سينا على بطوله الولايات؟ دي شخصيه نكره ملهاش اي 30 لازمه. لكن سينا ما كانش شايف ان ده ستار داست، سينا كان شايف ان ده كودي رودز اللي اتظلم وبقى مهمش وبيظهر بشخصيه مش مناسبه ليه ولا للجمهور ومجبر يقدمها مع انه عنده امكانيات جباره. فسينا جاب كودي قصاد الناس دي كلها عشان يوري لهم ان هو يستاهل يلعب ويستاهل ياخد فرصه ويستاهل الناس تشجعه ويستاهل ياخد شخصيه غير شخصيه المهرج اللي لابسها دي. وفي نفس الوقت ده سينا تفاعل مع لعبه عشان يوري للناس انه يقدر يتماشى مع اي حاجه ومع اي حد ومن اي جيل. نفس الكلام ده عمله مع ويد بارت اللي كان باسم باد نيوز بارت، مصارع يستاهل دفعه ومتهمش بقاله كتير وبشخصيه عيانه، لكن سينا قدمه ولعب معاه ورضاه ورضى الجمهور وورى لهم ان هو يجي منه. وعشان التنوع جاب لك كين، مصارع قديم متهمش لكن لسه قادر يأدي، لعب ضده ومع ان الكل عارف ان بنسبه 100% مش هيكسب، لكن ورى لهم انه بالرغم من الدور الاداري اللي بيلعبه فهو لسه الوحش اللي متعودين عليه من زمان ومستواه حلو وكان في اواخر ايامه عموما. فممكن نعتبر ان الحركه دي كانت تقدير ليه اكتر من كونها دفع على الحزام. وبالحديث عن النجوم الجدد في الوقت ده واللي فكره التحدي المفتوح بتاعت سامي زين كانت قايمه عليها اصلا، المره اللي سينا تسبب فيها في تقديم سامي زين للروستر الرئيسي لاول مره وسط اهل بلده في كندا. سامي زين وقتها ما نسيش ان سينا هو اللي قدمه اول مره وشجعه ولعب معاه وقدم معاه ماتش اسطوري لدرجه ان الناس كانت بتسقف لسامي زين بعد لما خسر لسينا. عشان كده سامي زين السنه دي لما كسب بطوله الولايات حب يكرر فكره التحدي المفتوح ببطوله الولايات تقديرا للي سينا عمله معاه من 10 سنين. حب يفكر الناس ان سينا كان بيدي فرص للشباب وبيقدمهم للجمهور وبيدعمهم. حصلنا كمان على مصارع مهمش بشكل مبالغ فيه ولما خرج من الاتحاد اثبت انه فعلا كان مظلوم وهو زاك رايدر او مات كاردونا. ولكن بمناسبه القدرات وان فتحت الموضوع ده في وسط الكلام، فمن اكتر الشخصيات المناسبه للكلام على الموضوع ده كان سيزارو مصارع ما حدش يقدر يختلف عليه، بيقولوا عليه سوبرمان المصارعه من كتر ما بيعمل حركات خارقه تخليك مندهش منه وتقول ازاي ده مش متشاف. يمكن سيزارو ما كانش حلو على المايك لكن بكل تاكيد كان وما زال من افضل المؤديين على الحلبه واثبت ده كتير جدا. فسينا جاب لك سيزارو ولعب معاه، وحرفيا دور سيزارو في القصه اللي كانت دايره ما كانش مقتصر على مره واحده في التحدي المفتوح، ويمكن ما لعبوش ماتش عادل غير مره واحده او مرتين تقريبا، بس اتحط في دايره ان هو يستاهل يلعبه تاني مع روسيف وكيفن اونز بسبب الاداء العظيم اللي قدمه مع سينا في الجوله دي. وسيزارو كان من اصعب المنافسين اللي طلعوا قبلوا تحدي سينا. في وسط كل ده سينا لعب روسيف ماتشين اعاده على البطوله، مره في اكستريم رولز ومره في باي باك، وفي المرتين سينا عمل عظمه. وما ننساش طبعا ان روسيف كان ليه دور في العظمه دي، وده بيقول لنا ان سينا على قد ما هو كان سوبرمان في الفتره دي لكن روسيف برضه كان عامل له قلق. يمكن روسيف كان دايما بيخسر لكن في الحقيقه هو كان من انجح الشخصيات خلال الفتره دي، بدليل ان هم لما حبوا يخلوا حد ينتزع منه اللقب فكان الشخص ده هو جون سينا. فسينا يمكن يبان ان هو دفن روسيف لكن بشكل من الاشكال هو برضه كان سبب في انه يظهر ويبان انه شخص مش سهل. يمكن الجمهور متضايق من ان سينا كان دايما بيكسبه، لكن انت بتتكلم عن الميد كارد اللي محدش بيتابعه اصلا، فكون انك تتفرج على الفقرات دي وتتابعها كل اسبوع وتذكر اسماء المصارعين دول مع مصارع كبير زي جون سينا فده في حد ذاته انجاز محدش حس بيه وقتها. عشان كده احنا بنحكي على الفتره دي دلوقتي هنا. وعشان اثبت لك ان كلامي ده صح هسالك سؤال: امتى اول مره كيفن اونز طلع للروستر الرئيسي؟ ومين كان اول واحد عمل معاه عداوه؟ والاجابه هي جون سينا، وبرضه كانت في فتره التحدي المفتوح ده، وده بيظهر لك قد ايه الفتره دي كانت عظيمه وحصلنا من خلالها على سلسله ماتشات بينهم. وبالمناسبه عداوه سينا وكيفن اونز موجوده هنا على القناه، شوفها وهتعرف من خلالها يعني ايه سينا بيدفع مواهب الشباب حتى لو هيجي على نفسه زي ما حصل مع كيفن اونز كده بالظبط. فهو ما قللش منه، بالعكس ده اظهره بشكل قوي وخلى تصعيده من NXT بيتناسب مع الشخصيه اللي كان بيقدمها، ونجح في انه يعمل ده وخلى اسمه يتذكر على كل لسان. لما الفتره دي طولت وجابت اخرها في المنافسين اما الاتحاد خلاها ترتقي لمستوى اعلى، فرجع لك جون سينا في الاحداث الرئيسيه تاني وعملوا البطوله بناء على مستوى جون سينا، بمعنى ان في مرحله معينه جون سينا طلع قصاده سيس رولينز وحصل تحدي بين الاثنين من مستوى جديد. جينا فجاه لقينا سينا بيلعب رولينز على بطوله الولايات، وفي نص الماتش ده رولينز كسر مناخير سينا كسر حقيقي مش تمثيل، وده تسبب في ان هو يصلحها بالجراحه وكده. المهم بعد اللي حصل ده العداوه كملت واتنقلت لمستوى اكبر بحيث ان الاثنين قرروا يلعبوا بعض تاني بسبب اللي حصل ده، ولكن المره دي كل واحد هيلعب على الحزام اللي معاه، يعني الكسبان هيخرج بالحزامين. ساعتها الماتش كان حماسي جدا، ولكن النهايه كانت حاجه رخيصه ومخيبه للامال بالنسبه لي وبالنسبه لينا كلنا. رولينز كسب الحزامين، وعشان ما حدش يفهمني غلط المشكله ما كانتش في فوز رولينز، بالعكس ده كان انسب قرار، ده اللي كان المفروض يحصل اصلا. لكن المشكله كانت في الطريقه اللي رولينز كسب بيها. مذيع كحيان معفن كان ضيف لعرض سمر سلام وكان اصلا في خلاف بينه وبين رولينز، ولكن دخل ضرب سينا وساعد رولينز يكسب. ليه؟ ما تفهمش. المهم رولينز خرج بالحزامين وكان حامل بطولتين في نفس الوقت،
بصراحه خد لقطته ساعتها وكان يستحق ده، كان يستاهل يكبر ويعمل حاجه مثيره للجدل. السنه كلها اصلا كانت عن سيس رولينز من اول راس المنيا لحد سمر سلام، ويمكن لو ما كانش اتصاب في اخر السنه دي كان عمل اكتر من كده. المهم سينا بعدها بشهر استعاد البطوله تاني من رولينز في عرض نايت اوف تشامبيونز وكمل التحدي المفتوح بتاعه. فبعد كده لعب ناس تاني زي دولف زيجلر ونيو داي، لعبهم بشكل فردي عشان كل واحد فيهم يبين قدراته بره عن الفريق وجو اللعب المزدوج والتعاون والكلام ده. كل واحد منهم خد فاصل كده وعاش لحظه انه يلعب على بطوله فرديه لوحده لنفسه، وكمان في ماتش ضد جون سينا. فصدقني لما اقول لك ان التحدي ده ما كانش عادي. كل اللي شاركوا فيه بيتذكر اسمهم دلوقتي في تاريخ جون سينا على انهم كانوا جزء من التحدي المفتوح اللي كان بيعمله. وصلنا للنهايه والمتحديين كلهم ما قدروش يغلبوا سينا ما عدا رولينز، وخلاص المصارعين كلهم خلصوا ومفيش حد. فالجمهور كان مستني مين اللي هيقدر ينتشل البطوله دي من سينا وينهي التحدي المفتوح اللي بيعمله. نخبه من النجوم زي ما انت شفت كده ومحدش فيهم قدر ياخدها منه، فمين يقدر يعمل ده؟ فسينا اعلن ان التحدي الجاي ليه هيكون في العرض الشهري هيل ان اسيل. وقتها دخل مدير اعمال كان اسمه زيب كولتر اللي كان معروف عنه ان هو مدير اعمال جاك سواجر، لكن المره دي دخل واعلن ان هو هيقدم حد هيقبل التحدي المفتوح بتاع جون سينا. والمفاجاه كانت ان اللي دخل ما كانش جاك سواجر، كان البرتو ديل ريو اللي رجع بعد غياب يجي اكتر من سنه تقريبا، وعودته محدش توقعها والكل اتفاجئ، مش عشان هو حد جامد لكن عشان هو ده اللي عاملين عليه كل القلق وحاسبينه علينا مفاجاه. وكملت بقى لما سينا خسر لالبرتو بعد مباراه ما كملتش ل10 دقايق اساسا، فكان قرار عبثي من عبثيات مكمان الجميله، نقدر نقول عليه مكمانيات. فالبرتو ما عملش حاجه اصلا عشان ياخد دفعه زي دي ولا كان يستاهلها اساسا، وكمان بعد لما كسب البطوله كام شهر كده وخسرها. المهم ان من بعد الفتره اللي عملها سينا ببطوله الولايات دي الجمهور غير وجهه نظره عن سينا. يمكن مش وجهه النظر كلها لكن على الاقل الناس ما بقتش تكرهه زي الاول. يعني في الاول الكل كان شايف ان سينا منفوخ وسوبرمان في نفسه ودايما بياخد اللقطه الكبيره، فما كانش له داعي ان هو ياخد بطوله الولايات. الكل كان شايف ان هو هيحتكرها ومش هيخلي حد يقرب منها تاني. لكن بعد الفتره دي الكل ادرك ان جوله جون سينا بالبطوله كانت من احلى الحاجات اللي اتعملت في مسيرته وفي تاريخ الشركه، لانها ما كانتش عن سينا لوحده اللي هو البطل، بالعكس دي كانت بتسلط الضوء على منافسينه اكتر من سينا نفسه. وسينا خلال الجوله دي كان بيدفع النجوم مش بيدفنهم زي ما كل الناس كانت فاكره انه هيعمل. قدم لعب جديد، قدم نجوم جدد، ما تكبرش على بطوله متوسطه، بالعكس استغل ان هو يشيل البطوله دي عشان يعلي قيمتها ويضيف حاجه جديده لمسيرته وكمان يساعد الشباب. فهل دلوقتي عرفت ليه الفتره دي كانت اسطوريه وليه سامي زين حب يكرر الفكره قبل لما سينا يعتزل؟ الموضوع كان فعلا مستاهل يتكرر وكان يستاهل الكلام عنه في الفيديو ده. فيا ريت ما تنساش اللايك وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى والكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. وبنختم الفيديو بالصلاه على النبي، عاوزك تصلي على النبي دلوقتي حالا. وده نهايه الكلام لان راسل سبوت قال كده.